هنلاقي الفوطة الصحية على الدولاب بالاختراع اللي أبهر اليابان. اليابان؟ يا ساتر يا رب، بتاع ازاي بقى يعني؟ ازاي؟ جوزك بجد هيرجع يحبك من جديد، وهتقولي لنفسك ايه ده، يا ريتني عملت كده من زمان ومضيعتش عمري. ده حقيقي فعلا، عندك حق. الراجل بيحب الحاجات دي تتعلق على الدولاب، حتى يعني ما بتدي ديكور حلو للمكان، يعني هو اصلا يستاهل، هو يستاهل. تعالوا نشوف الاختراع ده هيعمل بيه ايه. اول حاجه هجيب فوطه صحيه ايا كان نوعها يعني، وبعد كده هشيل منها الاجزاء الجانبيه، وننسى من خيالنا الاستخدام لهذه الفوطه، ونغير تفكيرنا يا جماعه. لا معلش، ثانية واحدة بس، أنا عندي اعتراض على الجملة دي. حضرتك الحاجات دي أصلا صنعوها من أجل كده، يعني من أجل اللي أنت بتقولي بلاش. فأي حاجة تانية اجتهادات. مستوعبة فل اتفضل. هنقص الجزئين ده زي ما انتم شايفين كده، بعد كده هنقسمها على ثلاثة بالظبط كده، او 4 عادي جدا مش هتفرق. صلوا على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم مدينة من اسكندريه، حابه اعرف بتتابعوني منين، وادعوا لامي وابويا بالرحمه، اللهم ارحم ابي وامي رحمه واسعه، واكتبوا في الكومنتات تسلم افكارك يا منادين يا عسل. لازم في الكومنتات نكتب ام نادين يا عسل، صح؟ ما ينفعش نكتب يا سكر، مش هتنفع طبعا، دي مش هتبقى لايقه قوي في الكومنت. ثم ان على ما اعتقد، يعني على ما اتذكر، ان خاصيه الكومنتات دي معموله في السوشيال ميديا عموما، ان هي الشخص بيكتب فيها اللي هو عايزه، مش نقول له احنا يكتب ايه. الكون ماشي ازاي معاكم؟ انا مش مستوعب الامر. بعد ما قصيتها كده هسيب الجزء اللي ورا ده، مش هشيل لزقته، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه جبت دوني بتاع الملابس او اي نوع معطر ملابس يعني، وبعد كده هجيب معطر عادي، معطر جو، احط شويه كده حلوين. صلوا على النبي يا جماعه في الكومنتات، وادعوا لي دواء حلو من قلبكم بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب تنجحي، يا رب يا رب تبقي غنيه وتسيب السوشيال ميديا خالص وترحمينا، يا رب يا رب ان شاء الله. هجيب بقى الخلطه اللي احنا عملناها دي ونحطها على ايه، قطع الفوطه الصحيه اللي احنا قصيناها. تمام، هحط بقى على قد ما اشربها، وما تقلقيش هتتحول لجل، مش هيبقى فيه ميه خالص ولا كأن فيها اي حاجه. طبعا انا كل ما احتاج بزود الكميه واحده واحده عشان ما اهدرش. انت هتحتاجي 3 4 معالق بس على كل قطعه، يعني مش كتير. تمام، هنحط كده زي ما انتم شايفين ونشربها كويس. وبعد كده عايزه اقول لك ان هي خلاص ما فيش اي سوائل هتبقى نازله منها، كل ده هيتحول جل ولا هيحصل اي حاجه. هناخد بقى قطع القمر دي وتعالوا نشوف هنعمل ايه، وتعالوا اوريكم ازاي هي اتحولت جل، مفيش اي ميه وسوائل نازله منها. تمام كده، تمام كده. تمام كده صح، كله تمام. انا يعجبني فيكي ان انت بتسالي وتردي في نفس الوقت، يعني الثقه حلوه، الثقه جميله معايا، يعني الله اكبر عليك، ربنا يحميكي. ثقتك في نفسك في مستوى تاني، ليفل ما حصلش في الكون. اول قطعه هجيبها واحطها في دولاب الهدوم، عشان جوزي كل ما يطلع حته هدوم يلبسها يدعي لي من قلبه ويقول بس مراتي القمر ام نادين هدومها زي الفل ونضيفه. ودي اكتر حاجه الراجل بيحبها، ان يلبس هدومه يلاقيها متعطره. والله يا منادين، هي بعد موضوع متعطره اللي انت بتقوليها دي، المفروض كلنا نمشي بلابيس، يعني بعد متعطره اللي انت قلتيها ديت. ثم ايه حكايه ام منادين يا قمر، ام منادين العسل، الكلام ده ايه؟ ربع ثقتك، ربع ثقتك واحكم المجره كامله والله. تمام، تبقى انت كده عروسه جديده، عشان العرايس الجداد كلهم ريحه شقهم حلوه. تمام كده، تمام كده. الغسيل بقى تطلعي بقى ريحته زي القمر. تاني حاجه، لو مخزنه هدوم وحطيتش الحته دي في اي شنطه ولا حاجه، الهدوم هتبقى ريحتها كلها عطر. ثواني يا ام منادين، مش كده، ما تاخديناش اصحي كده في سكتك. عطر ايه؟ عطر يا جماعه، حد يفهمها ان العصر البطلان انتهى خلاص، مفيش حد بيقول عطر دلوقتي. المروحه، حطي على المروحه قطعه كده عند الموتور. المروحه كل ما تلف وكل الموتور ما يسخن كل ما شقتك هتتعطر، يبقى انت كده كل اللي يخش عندك يقول ايه ده، شقه عروسه دي ولا ايه، على طول ريحتها متعطره كده وزي الفل. شايفه الجمال، شايفه القمر. ام نجيب بتجيب لك افكار حصريه حرفيا يعني. لا انا اشهد لك في دي، يعني في الموضوع ده اشهد لك فيه بصراحه، بعيدا بقى عن اي مجاملات والكلام، بس في حاجه اختراع كده جديد، بيكون زي بخاخه كده فواحه، بيكون موجود متعلق في اي مكان، نبخ يعني هو تلقائيا اصلا اول ما بيلاقي الدنيا مش مظبوطه يفضل يرش كده اهو. فسؤالي بقى ليه، هل الاختراع ده وصل لكم ولا لا؟ هو يعني هتلاقيه انضف شويه من الحفاضات واشيك كده والطف كشكل حتى، ما فهماني؟ تالت فكره بقى زي ما قلت لكم بحبها قوي، دي القريبه على قلبي دي بقى، الحمام وما ادراك ما الحمام. الحمام ابو ريحه معفنه. يا ساتر يا رب، ده الريحه وصلت لنا هنا. هو مش كده ممكن تهووه، تشدوا السيفون، هيبقى الموضوع الطف من مش هينفع. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه. هنجيب قطعه من القطع بتاعتنا ونلزقها ورا ايه، ورا السخان. الزقيها ورا دي الستاره. الريحه بقى الحمام، مين بقى في الحمام وريحه، لا هتشم ريحه القمر، هتشم ريحه قمر. او ممكن عند الشباك. لايك ومشاركه لمنادين حبيبتك، وما تنسيش تنزلي التطبيق. بحبكم حاضر عينيا.
انت تؤمري، هو غلط انا يعني، ما هو من البدايه كان الغلط عندي انا اللي انا بعمله في نفسي دوت. انا متشكر جدا.